فرد أمن في المسجد الحرام بيسحل سيدة على الأرض وكمان بيزق راجل شكله كده مصري، والتاني بيرد عليه بيقوله إيدك جنبك ما تزقنيش. تعال أقول لك إيه اللي حصل في واقعة غريبة جدا من نوعها داخل المسجد الحرام. فرد الأمن اللي أنا حاطط صورته على الشاشة سحل السيدة اللي قاعدة على الأرض وقال لها يلا قومي يا حاجة، وراح زقها زقة غريبة جدا كده، وراح كمان زق راجل شكله مصري. والراجل المصري كان بيحاول يصور الواقعة فيديو، ولكن فرد الأمن أصلا اوريدي كان بيصور فيديو من حد تاني. ده طبعا مش بينعكس أو مش بيعكس يعني عن أخلاق كل أفراد الأمن، ولكن غير مسموح بالمرة. مفيش قوانين هتقولك إن أنت تزق الناس وتسحلهم كده في المسجد الحرام. اللي بيعمله ده أنا أعتقد بشكل شخصي إنه بيمثل شخص فرد الأمن مش بيمثل أفراد الأمن كلهم. انت داخل بيت الله، ما ينفعش ابدا تعامل الناس كده وتنفرهم اصلا من ان هم يجوا المسجد الحرام. انا شايف وجهة نظري الشخصية لازم فرد الامن ده يتعاقب عقاب شديد، وعجبني رد فعل الراجل المصري اللي قاعد يزق فيه برضه ويقول له ايدك جنبك ما تزقنيش، وكان بيحاول يصوره. ولكن صعبت عليا جدا السيدة اللي سحلها وزقها على الارض، موقف غير اخلاقي بالمرة. ولكن مرة تانية أكيد ده مش بيعكس أخلاق أفراد الأمن كلهم داخل المسجد الحرام، هو تصرف شخصي يجب إن هو يتحاسب عليه. انتوا بقى قولي في كومنتات ايه رأيكم في التصرف وإيه أنسب عقاب ياخده فرد الأمن ده.